بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم يا رب. يا رب ينصرهم ويفك كربهم. النهاردة انا احفادي جايلي وعايزين كشري، فقلت هعمل الكشري مرة تانية بطريقتي. يعني ممكن انتوا تكسلوا مثلا تدخلوا على القناة بتاعتي. كان اول فيديو عملته في القناة كان الكشري المصري، فانا هعمله لكم النهاردة بطريقتي. محدش عمل طريقتي دي خالص، وهقول لكم هنعمل ايه. هنستعمل الاول المكرونة، ادي السباكيتي وادي الشعرية وادي المقصوصة. هنستعمل العدس ابو جبة، انا غسلته وهنقعه دلوقتي. الحمص ده انا نقعاه من بالليل وهبدأ اسلقه. البصل قطعته زي ما انتوا شايفينه كده. الطماطم، هي دي محتويات الكشري. البصلة والفصين التوم دول هيتحطوا مع الحمص علشان يتسلق. معلقتين الصلصة دول هيتحطوا مع الطماطم مع معلقة السكر. خليكم معايا. وطبعا بعمله بزيت. وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. اول حاجة ببدأها في عمايل الكشري التقلية. تمام، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، التقلية داخلة على سوا اهي. هنشيلها، اصفيها في المصفى واخد الزيت منها وهوريكم هعمل بيه ايه. خليكم معايا. نشلت التقلية اهي، بص شكلها جميل ازاي. وبدأت احط الشعرية مكان الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. تمام، خليكم معايا. حاجة في منتهى السهولة، اسرع كشري يتعمل واحلى كشري هتاكله. بصوا يا حبايبي، الشعرية اتحمرت اهي ونشلتها من الزيت. وهبدأ بقى ايه، احضر المكرونات كلها كده مع الشعرية اهي. تمام، وهكسر الاسباجيتي علشان احضر الكلام ده كله بسلقه مع بعضه. خليكم معايا. حطيت الحمص اهو يتسلق. تمام، هحط له معلقه طماطم علشان ما عنديش طماطم صحيحه. وادي العدس اهو هبدأ اسلقه. صلوا على رسول الله. تمام، والحمص اهو اتسلق. وخليكم معايا. شوفوا المكرونه كلها اهي مع بعض اهي حضرتها. هبدأ بقى ايه، اغلي الميه واحط فيها شويه ملح علشان اسلق المكرونات كلها مع بعض. والعدس بيتسلق اهو والحمص اتعمل اهو. بصوا حبايبي، حطيت المكرونات كلها اهي مع بعض بتتسلق. وكده الكشري خلاص خلص وهيتغرف. خليكم معايا. هنبدأ بقى نعمل الصلصة بتاع الكشري. ادي شوية زيت مكان تحمير التقلية والشعرية، طبعا كنت شايلاهم. ابدأ احط الصلصة، احط معلقة السكر وابدأ احور فيها كده.
تمام كده. هبدأ انزل بالطماطم. خليكم معايا بقى. بصوا يا حبايبي، هبدأ احط التوابل اهي: كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسمر، ملح. الشطة هتتعمل لوحدها. هتتسبك وازودها بس شوية مية صغيرين واسيبها تغلي بس عشان ما تبقاش طعم الطماطم حاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان الشكل النهائي لطبق الكشري بتاعنا. ادي الشطة، الصلصة، الدقة، التقلية، وادي الكشري، الحمص، العدس ابو جبة، وادي المكرونات اللي انا سلقتها مع بعضها. اتفضلوا معانا. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.